السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب فاركو أحمد خطاب يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوز الأهلي على فاركو، ويهاجم الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على فاركو ليواصل الأهلي انتصاراته ويصبح رصيده 48 نقطة ليواصل ملاحقة بيراميدز على الصدارة. فقد صرح مدرب فاركو أحمد خطاب بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة للغاية على لاعبي فاركو، وخاصة بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي، فالزمالك هو الذي أعطى أريحية للاعبي الأهلي قبل هذه المباراة. فلو الزمالك كان لعب هذه المباراة أمام الأهلي، أنا كنت أعلم أن الأهلي سيفوز، ولكن سيكون لاعبي الأهلي مرهقين للغاية قبل لقاء فاركو، وأنا علمت أن الزمالك سيلعب غدا أمام سيراميكا كليوباترا ولم يتحقق أي مطلب من مطالبهم، فلماذا انسحبوا أمام الأهلي؟ السبب المنطقي أنهم خائفون ومرعوبين من الأهلي لا ينهزمون هزيمة ثقيلة. وسأله الصحفي: من سيفوز بالدوري بالنهاية، الأهلي أم بيراميدز؟ فرد وقال: هناك العديد من الإعلاميين يتوقعون أن بيراميدز سيأخذ الدوري، ولكن بخبرتي أقول أن الأهلي هو من سيتوج بالدوري بالنهاية، لأننا متعودين عن الأهلي دايما أنه من يبتسم في النهاية. وارجعوا واسألوا الزمالك. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.